يا صباح الورد والفل والياسمين على اجمل متابعين في الدنيا. النهارده بقى يا ست الكل هعمل لك الجبنه القريش بدون منفعه ولا حصيره ولا الكلام ده خالص، وازاي تكون كده جامده معاكي اكن الجبنه بالظبط بتشتريها بالظبط. سهله جدا وسريعه ولها تكات وتفاصيل مهمه جدا في الصيف بالذات علشان تنجح معاكي بمنتهى السهوله. يلا بينا، بس قبل ما نبدا الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل خلق اجمعين. السلام عليكم مشاهدين محترمين، لايك وشير وسبسكرايب ونصر مميز. اتمنى يا جماعه تشاروا الفيديو ده بين اصدقائكم علشان تعم الفايده للجميع، واتمنى متابعيني الجمال ينوروني على صفحتي الجديده على الفيسبوك، واسيب لكم اللينك بتاعها في اول تعليق مثبت، واسيب لكم صندوق الوصف. يلا بينا. مبدئيا كده انا معايا 2 كيلو و300 من الحليب الطازه لسه جايباه حالا. لازم يا ست كل الحليب اللي احنا نستخدمه يكون من عند اللبان. ما ينفعش لبن معلب، ما ينفعش لبن شركات، ما ينفعش لبن مبستر تماما في الوصفة بتاعتنا دي. لازم يكون من عند اللبان وفريش بالقشطة بتاعته كده. بعد كده هغليه وبيته ليلة في التلاجة. بعد ما بيته ليلة في التلاجة ما شاء الله القشطة بتاعته دي هقشطها علشان احنا نشتغل بجبنة. طبعا كلكم عارفين الجبنة القريش اللي احنا بنشتريها مش بتبقى فيها دسم تماما، لكن دي هتبقى تعتبر نص دسم، لان يا جماعة لما بنشيل القشطة اللي على الوش دي اللبن برضو بيبقى لسه فيه دسم. غير بقى الجبنة اللي احنا بنشتريها القريش بتمر على مكان فرز فبتطلع اي قشطة في اللبن، لكن احنا دلوقتي بناخد بس الوش وبعد كده بنستخدم اللبن بيبقى فيه كمية دسم بسيطة كده فيديك الجبنة طعمها جميل. بعد كده طبعا تقدري تغمسي بالقشطة دي بقى ولا تعملي بيها اللي انت حباه. وبعد كده هنجيب الخلاط بتاعنا واجيب حوالي 3 4 مغارف من الحليب، ومعايا كوباية من الزبادي. لو ما عندكيش زبادي انا عاملة الزبادي ده في البيت، لو ما عندكيش ده هتجيبي، هو هجريكي علبة صغيرة عادي خالص من الزبادي اللي بتشتريه بدون اي اضافات. يعني علبة اللي هي ب5 جنيه دي هتكفي لحد 4 كيلو حليب تقدري تعمليه بيها. وبعد كده احطه في الخلاط واضربهم مع بعض. هي دي العلبة اللي ممكن تشتريها، مش لازم كبيرة ولا اي حاجة. حطي اللايك يا ست الكل والشركة بسرعة في القناة علشان ما يفكش اي حاجة. نرجع للفيديو بتاعنا. وبعد كده هضربهم كويس أوي في الخلاط وارفع الحليب على النار لحد ما يدفى دفان بسيط. اوعي تسخنيه بزيادة لأنك يعني سلاح ذو حدين يا جماعة. لو سخنتي الحليب بزيادة الجبنة هتلاقيها ايه، نصت شرش كتير قوي، مش هترمي معاكي جبنة كتير، فلازم يعني زي دمعة العين كده. وبعد كده بصب الزبادي بالحليب اللي انا ضربته عليه وهقلب كده لحد ما يبقى دفان بسيط كده. وبعد كده تشيليه على طول من النار، اوعي تسخنيه. الجبنة دي يا جماعة أنا بعملها في الصيف، لكن لو في الشتاء لا هتقعد كتير، لكن في الصيف لها تكات كده تخلي بالك منها يا ست الكل، وهقولك عليها في سياق الفيديو. أهم حاجة ما تسخنهاش قوي. بعد ما دفيتها كويس هبدأ أشيلها من على النار وأغطيها بفوطين كده وأسيبها حوالي 3 ساعات ومش أكتر من كده. وهقولك بعد ال3 ساعات لو لقيتيها ما جبنتش تعملي إيه. هتغطيها بفوطة ولا 2 كده وتسيبيها كده ايه، طبعا على الرخامة. الجو طبعا حر دلوقتي او في الفرن، بس طبعا الجو حر مش محتاجين. لكن لو في الشتاء هتدفي الفرن وتغطيها بفوطين كده وممكن تقعد ليلة كاملة، يعني نهار بطوله وليل بطوله كده علشان تجبن معاكي. لكن احنا في الصيف دلوقتي مش هتاخد اكتر من 3 ساعات وهتلاقيها جبنت وجمدت معاكي. بعد ال3 ساعات زي ما انت شايفة كده، لو لقيتيها بعد ال3 ساعات ما جمدتش شيليها على طول، حطيها في التلاجة وتسيبيها تكمل جموديتها في التلاجة. لانك لو سبتيها على الرخامة في الصيف اكتر من 3 ساعات هتلاقي الجبنة شدت كده وشغتت كده عملت زي الكاوتش وتلاقيها خرمت كلها. علشان الجو حر يا ست الكل، انا بعد ما مر عليها 3 ساعات ما شاء الله عليها كانت اتجمدت وبنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. لكن لو سبتيها اكتر من كده في الصيف بالذات مش هتنفع خالص. شايفين؟ طيب في سؤال كده ممكن يدور في دماغك وحد هيقول لي طيب انت بتشيلي القشطه ليه؟ ما تعملي القشطه اللبن كله بالقشطه بتاعته. هقول لك يا ست الكل، في الوصفه دي بدل ما انا هعمل الجبنه دي بالزبادي ما ينفعش ابدا ان انا اعمله بالقشطه بتاعته، لان لو انا عملته القشطه بتبقى مرفوعه لفوق. لو انا عملته بالقشطه بتاعته القشطه بتبقى ناعمه هتنزل في الشرش اللي هي الميه اللي بتنزل بتنصي من حول الجبنه الحليب لجبنه. فما ينفعش ابدا اعمله بالقشطه بتاعته. برضه حد هيقول لي انت ممكن تحطي الزبادي على طول عليه وتسيبيه يتجبن وبعد كده تشيلي القشطه. اقول لك انا مش بحب الطريقه دي. ليه؟ علشان انا لو حطيت الزبادي على طول والحليب لسه جاي قبل ما اغليه واحطه في التلاجة ويعمل قشطه، هي القشطه فعلا هتبقى فوق خالص والجبنه هتبقى تحت القشطه على طول.
في الحالة دي القشطة بتبقى زعقة مش بتبقى مسكرة زي القشطة اللي احنا ايه قبل ما نحط الزبادي. فما برجحش خالص ان انتي تعملي الزبادي قبل ما تغليه وتطلعي القشطة بتاعته. هو ده المغزى يا ست الكل. بعد كده بجيب شاشة كده ومصفى وهنحطها ونحط تحتها طبقة علشان تنزل الشرش زيادة طبعا اللي فيه. شايفين طبعا. بعد كده هغطيها كده واسيبها كل شوية من آن لآخر كده. هضغط عليها ضغطة لحد ما تنزل الشرش بتاعها، مش بتاخد كتير ولا حاجة. طبعا لازم ما يكونش ملامسة للشرش اللي تحت علشان ما يشربش الشرش بتاعها. بعد كده هضغطها كده وعندي علبة مخرماها علشان تاخد حيز القالب. ببدأ أضغطها فيها يعني بعد ما يعني نزل الشرش أغلبية الشرش وكان فاضل حاجة بسيطة خالص. بدأت أضغطها أهو. وبعد كده هحط تحت العلبة دي طبقة علشان تنفس كده وتنزل الشرش برضو الزيادة. وعندي علبة صغيرة أصغر منها حطيت فيها مية علشان يبقى تقل عليها عشان تنزل أي شرش تبقى جامدة ايه وجالسة كده مع بعضها. طبعا تحت العلبة المخرمة دي لازم تحطش طبق علشان تنفس فتنزل الشرش الزيادة. ما تبصيش دلوقتي أنا شلت الطبق اللي كان تحتها. متفقين يا ست الكل؟ متفقين. بعد كده ما شاء الله عليه الله أكبر. شايفين. طبعا أنا قلت لكم في الأول إن هو وزن الحليب كان 2 كيلو 300 جرام. بعد ما شلت القشطة حوالي 300 جرام، يعني وزن الحليب يعتبر 2 كيلو. طلع لي الكمية دي. شايفين الجمال. ما شاء الله عليها جبنة تحفة طبعا لها طعم علشان فيها شوية دسم غير الجبنة القريش اللي احنا بنشتريها اللي الأولاد مش بيحبوها علشان ما فيهاش دسم خالص. لكن دي نسبة مظبوطة فيها دسم مش عالي ومش بسيط كويس. تقدري تاكليها كده بمنتهى السهولة. طبعا الشرش اللي احنا طلعناه مش هنرميه طبعا نقطع الجبنة ونحطها في علبة التلاجة وبعد كده ايه نغطيها بالشرش علشان يحفظها. دي تقدر تحفظيها في التلاجة لمدة شهر بدل تغطيها بالشرش. تحتفظي بيها لمدة شهر ومش هيجرى لها أي حاجة خالص. لكن لو مش متغطية بالشرش مش هتقعد معاكي أكتر من أسبوع وهتحسي إن هي ريمت من على الوش كده واللون من على الوش يصفر كده. تقدري تقطعي التقطيعات يا ست الكل اللي انت حباها. طبعا في ناس كتير ما عندهاش حصيرة، حبيت النهاردة ان انا اعملها من غير حصيرة ومن غير منفعة. بالمناسبة يا جماعة لو انت حابة تعملي الجبنة دي بالقشطة بتاعتها تبقى كاملة الدسم خالص ممكن. بس في الوقت ده هتدفي الحليب بس هتجيبي منفعة. هتحطي ل4 كيلو حليب نص معلقة صغيرة لان المنفعة دي بتخلي الحليب يجبن بسرعة جدا وهيجبلك فوق القشطة هتبقى في قلبه مش هيطلع القشطة على وش بقى ولا اي حاجة. المنفعة دي بتنجاب من السوبر ماركات الكبيرة. تبقى ازازة صغيرة كده. تحطي نقطة ما بتحطيش كتير يعني حوالي 4 كيلو لبن هتحط لهم نص معلقة صغيرة. وهيقعد بالظبط ساعة واحدة وهتلاقيه جبن معاكي لو انت حابة تعملي بالقشطة كلها. واسيبكم في رعاية الله وامانه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.